وتستطيع أن تمهد لذلك. وكل عاقل يعلم أن هؤلاء وجلهم يجوز لي أن أنعتهم بالمساكين، وأن أزيد إلى قولي بنعت المساكين الصادقين. جلهم فيما أحسب صادقون لكنهم مساكين، ولا يعرفون ولا يعون هذا الكلام إلا بعد مضي سنوات معدودات، فيعلمون أنهم كانوا في خداع، كانوا يخدعون. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ وماذا تتوقعون بعد أن تنجلي الغمة وبعد أن ينكشف الكرب؟ ما هو المتصور؟ أرواح أزهقت ودماء وأشلاء وأقوام أصيبوا بعاهات وفقر ومدخرات. الفقر موجود ويزيد صنيعهم، يزيد مصر فقرا، والتشتت موجود والتفرق موجود، ويزيد الذي يحصل يزيدهم تفرقا. آن لنا أن نقول كلمتنا، وأن يعلم الناس أن أول خلاف وقع في هذه الأمة إنما هو في اختلاف الأفهام، وأن الاجتماع الذي ندعو إليه قبل أن تجتمع الأبدان ينبغي أن تجتمع الأفهام. فأول خلاف عقدي بعد عمر كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كنا في مجلس عند عمر بن الخطاب فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال: إنك إذن لجريء. قال حذيفة: فتنة الرجل في ماله وأهله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: لا أسأل عن هذه فتنة لا تنفك عن الإنسان في أي زمان أو مكان، لا أسأل عن هذه، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر، كالفتن التي تجري في العراق في مصر الآن، وهي من جنس آخر التي تجري في العراق. فقال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ يقول حذيفة لعمر: إن بينك وبينها بابا. فقال عمر لحذيفة: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. وكان عمر يعلم أنه هو الباب، فالفتن كأنها محبوسة في غرفة والباب عمر، فإذا مات عمر موتا طبيعيا من غير قتل فالباب يفتح فتهب مجموعة من الفتن على الأمة ثم يمكن أن يغلق. أما إذا كان الباب يكسر ولا يفتح فتحا لا يموت عمر موتا وإنما يقتل قتلا، فستبقى الفتن تهب على هذه الأمة إلى يوم الدين. قال: بل يكسر. فقال عمر بعد أن سمع حذيفة يقول بل يكسر، قال: والله إنه لا ينغلق أبدا، لا ينغلق. وهذا الذي نراه من الفتن التي عناها حذيفة وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال أبو وائل سلمة بن شقيق قال: فهمنا أن نسأل عمر هل كان يعلم أنه هو الباب؟ فأرسلنا إليه مسروق بن الأجدع يسأله، فقال: إي والله إنه كان يعلم إنه الباب كما يعلم أن دون غد الليلة. فهذه الفتن التي تموج موج البحر، من متى بدأت الفتن؟ من بعد مقتل عمر، من فتنة الخوارج وفتنة الروافض. أعني أن الفرقة في الأمة بدأت من اختلاف الأفهام، وأن الواجب على الأمة قبل أن ننادي بالوحدة أن نهيئ الأفهام إلى فهم صحيح، وأن نركز على ضوابط ومراجع لفهومهم.
أما أن يطلبوا حقوقهم وأن يثوروا ويرجوا وأن يكونوا عتاة نافرين من النظام دون أن تجتمع أفهامهم على شرع ودون أن يكون لهم مرجع من أهل العلم، فليس هذا من دين الله في شيء. صراع بين أقوام على مناصب ومكاسب ومراتب وأعراض وأغراض، والناس يشعرون بمرارة الظلم وبمرارة الحرمان وبشدة الفقر وكثرة الجوع، فاجتمعت الأسباب وتداخلت لظهور ما نرى. فالذي نراه هو مزيج من من ظلمات ومخالفات، وإذا أردنا أن نرفعها فيجب أن يوجه نداء لكل فرقة منهم، وألا يقتصر النداء إلى فرقة دون فرقة. هذا الذي يجري لا نتطلع من نتائجه، سواء وقعت الاستجابة أم لم تقع، أعني سواء أن غير الرئيس أو لم يغير، لا نتطلع سواء وقع هذا أو لم يقع، لا نتطلع إلى نصرة دين وإلى نشر حق، لأنه تغيير ليس على وفق سنة الله في شرعه. تغيير على وفق أهل الدنيا، قوانين أهل الدنيا، بالانقلابات والثورات والمظاهرات، هذا سريع، تغيير سريع، لكن لا يترتب عليه نشر دين ونشر حق وثبات دين. قد تحصل بعض المطالب في الدنيا وتكون إعطاء هذه المطالب من باب الطعم لبعض الشعوب، فالواجب حتى يرضى عنا ربنا وحتى ننصر ديننا، الواجب علينا أن نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم، قوم لا يغير، مقام النفي، والقوم نكرة في مقام النفي من ألفاظ العموم، يشمل أهل مصر وغير أهل مصر، والمراد بالتغيير ها هنا التغيير الشرعي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فذكر الله تغييرين، الفاعل في التغيير الأول هو الله، والفاعل في التغيير الثاني أن يغير كل بما في نفسه. ورتب الله تعالى فعله وصنيعه وفق سنته في شرعه على تغيير الناس بما في أنفسهم. فالتغيير إن وقع اليوم إنما يقع على وفق التغيير في سنة الله في كونه، وليس على وفق التغيير في سنة الله في شرعه. والواجب على أهل العلم أن يعملوا جاهدين على تحقيق التغيير وفق سنة الله في الشرع، فأن يعلموا الناس وأن يجمعوا أفهامهم على الأحكام الشرعية، على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن اجتمعت الأفهام فسرعان ما تجتمع الأبدان، وسرعان ما تقع الاستجابة لأمر الديان، لأمر الله عز وجل. هذه كلمتي عن الأحداث التي تجري في مصر. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.